السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجآت تسر البال. أخونا سالم المبارك من الشمالية، رجل ثري ورجل رأسمالي ورجل وطني، خط خطين تحت وطني، ومن أكثر الداعمين للقوات المسلحة. ودي رسالة أنا برسلها لأي زور ربنا اداه الجيش واداه المال، لابد أن تدعم قواتك المسلحة بقدر ما يمكن أن تدعم. أدعم القوات المسلحة. الآن أنت ممكن لو ما عندك جيش تدعم القوات المسلحة، أدعم القوات المسلحة، تعمل لايك وتعمل شير وسبسكرايب للمقاطع اللي بتجيك زي دي، ده برضه بيعتبر دعم للقوات المسلحة. أسهل مبارك دعم شنو؟ قبل كده وقف وقفة عظيمة جدا مع القوات المسلحة، والآن يعمل على فك حصار الفاشر. تبرع ب100 كروزر، 100 كروزر قال لحصار الفاشر، وأربع عربات إسعاف، 4 عربات إسعاف متبرع بها لفك حصار الفاشر. دي الوطنية اللي احنا بنعرفها، وده الجهاد بالمال اللي احنا بنعرفه. وده بيذكرني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما جهز جيش العسرة. ودي الوطنية اللي احنا بنعرفها. إنسان من الشمالية، أقصى الشمال، يتبرع لإنسان في أقصى الغرب من أجل أن يفك الحصار. عشان تعرف أنه السودان ده يا أخواننا العنصريات دي خلاص، الحرب دي علمت الناس أنه تنبذ العنصريات. زول من الشمالية يسعى ويدفع مبالغ طائلة، يجهز 100 عربية كروزر لفك الحصار. دارين وطنية تاني وين يا ناس أكتر من كده؟ دي الوقفة اللي احنا دايرينها معنا، دي الوقفة اللي احنا دايرينها، وده السوداني الأصيل، وده السوداني الأصلي. والحرب دي وحدت الناس، خلت إنسان الشمال والشرق والغرب والجنوب والوسط كلهم واحد. وده الدين، ده اللي بينادي به دين الإسلام، ده اللي بينادي به دين الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه إنسان في الفاشر تداعى له سائر السودان بالسهر والحمى وبالمشاركة والدفع وبالهم. ده الدين اللي احنا دايرينه، وده السودان الجديد اللي احنا دايرينه، وبنسعى من أجل تحقيق هذه المبادئ. فالتحية لأخونا سالم المبارك، والتحية لكل إنسان وقف مع القوات المسلحة، وقف معانا في حرب الكرامة. يا أخواننا أي إنسان لابد أن يدعم هذه الحرب، حرب الكرامة، يدعم معركة الكرامة، يدعم القوات المسلحة من أجل أن يقام الأمن في هذه البلاد. نسأل الله أن ينصر أخواننا في القوات المسلحة في كل مكان، أن يفك حصار أهلنا في الفاشر، أن يبارك لأخونا سالم المبارك في ماله وفي رزقه وفي عياله وفي كل ما أعطاه، وأن يبارك لكل إنسان وقف مع قواته المسلحة وساهم بأي شيء. عليكم يا أخواننا بأن تشاركوا بمثل هذه المقاطع حتى تكونوا من الداعمين لقواتكم المسلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.